إزاي براند زي جوتشي اللي كان بيتشاف إنه تقيل وتقليدي قدر يتحول لرمز الشباب ويضاعف مبيعاته بمليارات في أقل من 3 سنين؟ قبل 2015 جوتشي كانت بتخسر شباب كتير. البراند كان رسمي وكلاسيكي لدرجة إن الناس شايفاه براند للكبار. المبيعات واقفة مكانها، مفيش نمو حقيقي. لكن لما جه أليساندرو ميتشيلي كمدير إبداعي قلب الترابيزة. بدأ يستخدم ألوان جريئة وتصاميم مختلفة، قدم موديلات متنوعة فيها حرية وتعبير عن النفس. الرسالة كانت واضحة: جوتشي مش براند للكبار بس، جوتشي ليك انت كمان. النتيجة كانت مذهلة. فأول سنة بس بعد التغيير المبيعات زادت 12%. سنة 2018 جوتشي كسرت حاجز 8 مليار دولار مبيعات سنوية، وبحلول 2019 بقت مسؤولة عن أكتر من 60% من أرباح مجموعة كيرينج. الدرس هنا: لما تلاقي إن صورتك القديمة مش مناسبة للجيل الجديد، ساعتها التغيير مش هيبقى رفاهية، ده حياة أو موت للبراند. قولولي في الكومنتس إيه البراند اللي شايفينه محتاج يجدد صورته علشان يلحق بالجيل الجديد. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان توصلك باقي الحلقات من سلسلة المشكلة والحل في البراند.